انتم واش ديروا يوم القيامة؟ إذا كان دراري صغار ما داروا حتى ذنب، عاش ثانية واحدة في الدنيا ومات، غسلناه كفناه صلينا عليه حطيناه في قبره. هذا اللي عاش ثانية يخرج يوم القيامة من هول يوم القيامة وقد شاب شعره، ما دار والو، عاش ثانية واحدة ومات، يخرج يوم القيامة من هول يوم القيامة وفزع يوم القيامة، يخرج وقد شاب شعره. واللي عاش 15 و20 و30 و40 سنة و50 سنة وش يدير في حياته في عمره؟ ما دار والو، ثانية خرج من قبره وقد شاب شعره. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الناس اللي يسمعوا في الغناء في الدنيا أهدي لكم هذه، ويسمعوا في المنكرات والفساد، ستحرمون يوم القيامة من شيء جميل جميل. شبابنا، أمهاتنا، إخواننا، أخواتنا، أمهات في البيوت صباح تجي تنظف تخلي القرآن الكريم وتدير الغناء، تدير الراي وتدير الشاب فلانة والشاب فلانة، وشباب دايرين لي كوتور في ودنيهم ويسمعوا في الغناء الفاحش، ومرأة تغني ومش عارفة. اسمع، ستحرم من شيء جميل، اسمعه وأختم به، إنها الجنة وما أدراك ما الجنة يا أحبة رسول الله. سئل أحد الصالحين قالوا له صيفنا الجنة، اوصفنا الجنة، قال لهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص يكفيك، ما كان فيه النبي وسترى النبي أبعد هذا الوصف وصف. اسمعوا، إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأنفسهم عن مجالس اللهو ومزامير الشيطان. إذا كان يوم القيامة ينادي منادي من عند ربي، معليش يا جماعة طولنا شوية بس احنا في الجنة، عايشين في الجنة إن شاء الله. ينادي مناد من قبل الله أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم عن مجالس اللهو، اللهو والقيل والقال والغيبة والنميمة، وفلان راحت وفلان جاب وفلان شرا وشران باع، لهو ذنوب ومنكرات. أين الذين كانوا؟ قاعد واحد معاهم مع الجماعة بدأوا يغتابوا وينموا ويسمعوا في الغناء، قال أنا لا هذا المجلس ما يخرجش عليا، مشى هذاك الواحد هذاك يسمعوا ماذا يقول الله عز وجل يوم القيامة عنه. أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم عن مجالس اللهو ومزامر الشيطان؟ يقول لهم ربي أسكنوهم رياض المسك. كاين جنانات في الجنة غير بالمسك فقط، مسك الجنة مش مسك الدنيا. يقول لهم ربي هذو اللي نزهوا أسماعهم ما سمعوش الغناء والفواحش حطوهم في رياض المسك، حطوهم في رياض المسك. وش يزيد لهم ربي سبحانه وتعالى؟ اسمعوا الفضل، ثم يقول الله للملائكة أسمعوهم تمجيدي وتحميدي. يسمعوهم، يقول ربي للملائكة سمعوهم صوت ربي سبحانه وتعالى في تمجيد الله وتسبيح الله. انظر بماذا عوضكم الله، إنها الجنة. هذه وقفة قصيرة على الجنة تشرئب الأعناق الجنة، فما بالكم بمن سيدخل الجنة أحبة رسول الله. من استرعاه الله رعيه. يا أخي على هذا يتهاوشوا الناس، وعلى هذا يمدوا في الرشاوي، وعلى هذا يديروا في الوشايات باش يطلعوا في المسؤولية. جمر سيدنا عمر بكى نهار اللي عطاو له المسؤولية، شد أمير المؤمنين بكى، قال لهم ما نقعدش فيها وحدي، والو ما نقعدش فيها وحدي. قال لهم هاي نحيتها من رقبتي ونطيشها لكم في رقابيكم. ويبكي الرجل، يبكي وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، يبكي يا أمة أحمد، يبكي. لما كمل قالوا له دبر راسك وكلناك، هبط يمشي خرج من الجامع، جاء الجامع دار الخطبة، داش باتيسري والشموع والسيارات تصوني وجو الدار يباركولك وتهاني. على واش يباركولك؟ باركولك على الكرسي تاع الجمرة، باركولك على الفقراء والمساكين وأمة محمد، باركولك على الطريق اللي ما تتخدمش مليح يسألك عليها ربي، باركولك على العمارة اللي تطيح، باركولك على الإنارة اللي ما تشعلش، يباركولك. على واش يباركولك؟ راهم حصلوك، راهم عطوك أور عظيم. ما تنساوش الشباب راه في حرب كبيرة، هو لو يصلي ما يخليوهش، المخدرات والفسوق والفجور والمنكرات يخليك من الصلاة هذه، راه في حرب، راه في صراع. كثير من الشباب اللي كانوا في قعدات تاع المنكرات وتحولوا من المنكرات إلى الخيرات والبركات إلى رب الأرض والسماوات، وجو الجامع أحبة رسول الله. الأصدقاء هم ما يخليهمش. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هم ما يخليهمش أحبة رسول الله. لذلك انت تزعكم الجامع واصحابه من هيه والهوى والنفس والشيطان سبحان الله والبارابول والانترنت. منين راح يصلي هذا الشاب؟
على الأقل يلقى الكلمة الطيبة. ربي يقول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عندنا مشعوذات هنا في الحي، يسمعوا الله أكبر، يسمعوا قال الله قال الرسول، يسمعوا السحر هذا والشعوذة وش يغضب ربي، شحال يغضب ربي. من آذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن حارب مسلما فقد حاربني ومن حاربني فقد حارب الله. يسمعوا قال ربي وقلبي ولكنهم في سبات. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وجه كلامي كذلك في هذا اليوم المبارك وأبواب السماء مفتحة لاستقبال الدعاء أن يهديها الله هذه السحرة. والله عاثوا في الأرض فسادا، ناس يخرجوا من ديارهم يلقوا واحد مداير له الحنة قدام الباب، واحد راشين له الماء تاع الميت قدام الباب، واحد يلقوا الصورة نتاعو في قبر، واحد مانيش عارف واش. أحبة رسول الله، حسبي الله ونعم الوكيل. يا ربي يا ربي رانا وكلناك على هذو الظلمة اللي راهم يظلموا في الناس، هاد الصحراء اللي يفرقوا ما بين الزوجين، اللي يفرقوا ما بين العائلات، قتلوا ناس أحبة رسول الله، ناس ماتوا والسحر في بطونهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحتسبهم ويعطيهم الأجر العميم بإذن الله عز وجل. إلى الصحراء اللي راهم في الحي تاعنا واللي راهم في الغير، لكم يوم والله، توبوا توبوا توبوا، قبورنا تبنى وما تبنى، فليتنا تبنى قبل أن تبنى. الطفل هز الميكرو نتاعها، الطفل يكون يكسي وحده والأم تكون يكتي في الكوزينة والبوية والبرة في القهوة يكون يكسي ثاني وخلاص. هذه العائلة الجزائرية اليوم سبحان الله. البوي ما على بالو بنته واش راهي دير، والاب ما على بالو بنته، والام مش عارف سايحه مع الطبخ ومع مش عارف واش هي في الكوزينه، من قراطه لقراطه ومن ماكله لماكله. لا راحت العائله الجزائريه، راحت الا من رحم ربك. هذه حقيقه. هم ولادهم قاعدين للزوج تاع الصباح ما على بالوش ولدوا، لانه قاعد يكون يكتي في القهوه. يقعد مع ولادك ومرتك سقسيهم شوفوا مش بهم. من استرعاه الله رعيه مات يوم مات غاشا لرعيته الا حرم الله عليه الجنه. معليش الكلام هذا قد يجرحك اليوم بصحى نجي روحك يوم القيامه وش راح تقول ربي يوم القيامه. ازرب يا شباب، من الاباء راهم يعانوا منكم اليوم، ما يقولوا لكمش برك. يا شباب انبياتكم وماتكم محاشمينكم منكم وخايفين منكم على تضربوهم وتصوتوهم، راهم عايشين في هم. الامهات والاباء يبكيوا ليلا ونهارا، كل يوم مسكين البي قاعد شاد قلبه. وش راح يجيب له ابنه يدرى، يجي الامن يطبطبوا عليه، والله البياري يطبطبوا عليه، والله فلان يشكو، والله يجيبوه لك في صندوق، والله الام تبقى شاده قلبها والبي يبقى شاده قلبه. هكذا يا جماعه ديروا في بياتكم واماتكم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. الله الله في امه محمد. احنا اليوم واحد يقول ما تجريش في الطريق مخدموها جديده يسب ربي ويروح. تقول لها بنتك واش راهي دير، تقول لك ما عندك ما دخلك فيها. انا اللي عطيتها دير الفاحشه ما عنده ما دخلك فيها. ايسر هذا في امه محمد. نقول لك يا امنا ويا اخونا ويا اختنا ويا شباب ويا ناس امه محمد، احذروا قول الله ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الضحك يروح واللعب يروح، الدنيا خلاص قضى الضحك وقضى اللعب وقضى الديمينو وقضى الكارطه وقضى القيل والقال وقضى الفيسبوك وقضى الكرة القدم وقضى الافلام وقضى المسلسلات وقضى الفوازير، قضى كلش، ما بقى غير وجه الله عز وجل. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. النبي قال لنا لو تعلمون ما تعلم. خرج على الصحابه لقاهم يضحكوا، قال لهم لو هذا تكلم مع من؟ مع صحابه رسول الله. افضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابته. الصحابه يضحكوا، قال لهم أتضحكون وتلهون ووراءكم جهنم؟ قال لهم والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعادات تجأرون على الله ولما تلذذتم بالنساء على الفرج ولصعدتم تروحوا للجبال تجأرون إلى الله لعله يغفر ذنوبكم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.